قبل ما نخش في أي تفاصيل، ألف مبروك للمنتخب الأردني. هكذا علمتنا كرة القدم، علمتنا أن نقول للفائز مبروك، وبروح رياضية كبيرة جدا جدا. هذا المنتخب هو منتخب في منتهى الاحترام، قدم أداء محترما راقيا في كرة القدم رغم عدد اللاعبين اللي كان النهارده المدير الفني مريحهم. إذن أنت أمام مدير فني كبير، امام منتخب كبير، امام شعب ايضا كبير، الشعب الاردني. بنبارك لهم الف الف مبروك. اما ما علينا فاحنا لا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحه ولا اداء ولا خروج بالكوره ولا باصه عدله ولا اسيست ولا شكل ولا اي حاجه في اي حاجه الحقيقه. يعني لا جينا البطوله ولا احنا عارفين اصلا احنا جينا البطوله ليه. ولما تيجي تسال احنا جينا البطوله ليه يا باشمهندس هاني، باشمهندس هاني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عاجبك شكلنا في البطولة بالمنظر ده؟ الواحد جواه حاجات كتير وساكت، بس خلاص بقى، خلاص. لو انت عاجبك المنظر ده، منتخب مصر بهذا الشكل، كل الفرق اللي معانا في المجموعة عملت قدام، كلها منتخبات محترمة، عملت قدامنا مباريات كبيرة جدا جدا، واحنا لا حول لنا ولا قوة. مش قدها ما نسافرش، مش قدها ما نطلعش بمنتخب، ما عندناش تخطيط ما نعملهاش. اقعد يا كابتن حلمي، ما نشكلش المنتخب من اصله. لكن ده يرضي مين؟ الجماهير هتموت، جماهير مصر هتموت. الناس بتغلي من الماتش الاولاني، بتخسر او بيخش فيك جون ويرجع المنتخب وتحاول ترجع تاني، والماتش اللي بعده قدام المنتخب الاماراتي، والنهارده لا حول لك ولا قوه. انت فريق الماتش قسما بالله لو قعد لحد بكره الفجر انت ما هتسجل اجوان على السكه وعلى الدغري. يا باشمهندس هاني، انت الذي تتحمل هذه المسؤوليه رقم واحد، مش حد تاني. يا باشمهندس هاني، انت جايب الكابتن حلمي طولان وانت عارف ان هو الكابتن حسام حسن عمرهم ما كانوا على وفاق. لو انت رئيس اتحاد عندك القدره انك تقعد الاثنين كنت جبت الكابتن حلمي وقعدته مع الكابتن حسام. لكن احنا بالمنظر ده لحد اللحظه دي، كل ما نقلب للماتشات وقبل البطوله، يا جماعه هدوا الدنيا عشان نعرف ننسق ما بينهم. النهارده ثلاث ارباع لعيبه المنتخب واقعه ما بين الكابتن حلمي طولان وما بين الكابتن حسام حسن. مين يرضي مين؟ انهي بني ادم في الدنيا في انهي مكان في العالم يرضي مين هذا الاداء المخزي لمنتخب مصر؟ يا جماعه الناس في الاردن في غير المباريات بتسالنا هو ده منتخب مصر؟ هو ده المنتخب؟ ده منتخبنا احنا؟ الناس مستغربانا، احنا نفسنا مستغربين نفسنا. لا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحه ولا اي حاجه يا راجل. قاعدين في مكاننا مكسوفين، قاعدين في مكاننا مكسوفين. لا باصه عدله ولا كوره عدله ولا اي حاجه عدله. وفي الاول وفي الاخر نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ دعم، حاضر هندعم. ما تفتحوش الموضوع اللي ما بين الكابتن حسام والكابتن حلمي طولان عشان نعرف ننسق. صلاح محسن اللي قعدوا ما بين ده وما بين ده عشان يجيبوه ما جاش. ثلاث ارباع اللعيبه اللي كان عايزها الكابتن حلمي طولان من بيراميدز، يا دوب لما وليد الكارتي مسكوا فيه في تونس قال لك طب خلاص نبصلهم مروان حمدي. مين المسؤول؟ هتقول لي اصل الرابطه وحاج بتعمل ايه يا باشمهندس؟ يا باشمهندس هاني، انت رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. المهزله دي في اي حته في اي مكان انت المسؤول عنها، مش حد تاني. النهارده انت بتتفرج في الملعب قسما بالله، انا اسف يعني، انا اسف، وجنبي كابتن شيكابالا واحمد عز. يا راجل دكه والله ما هتغير نتيجه، دكه مش هتغير نتيجه ولا اي حاجه. واحد انت كل مره بتقول انا هدخل معطيات، المعطيات بتدخلها هي انت مستني ايه؟ قالوا البطوله وديه، ما تودوناش، منظرنا وحش قدام الناس، ما تجيبوناش بقى. هو ده منظر؟ لا منظر ولا شكل ولا اي حاجه خالص. مش قد البطوله العربيه، ما عندناش تنسيق، مش عارفين نعملها. انتوا متخيلينها بطوله عاديه، دي مش بطوله عاديه يا جماعه، دي واحده من البطولات التي تضاهي كبريات البطولات في العالم. النهارده منتخب الاردن بيلعبك بالفريق الثاني الثالث، يا راجل الرابع يا راجل. ايه ده؟ يرضي مين يعني؟ يرضي مين؟ لا احنا بكل مره بنقعد في نفس الحته دي، تحس ان حد حفر لنا حفره ما بنطلعش منها. حفره يا جدع، لا شكل ولا حاجه. وفي الاول وفي الاخر الناس مروحه لثالث ماتش غضبانه. لو اوريكم كام الناس هتتنقط
الناس هتتنقط، واحنا في الاول وفي الاخر دعم وساند وما نعملش. وخدوا بالكم اصل الموضوع لما يتفتح هتحصل مشكله، اصل هتحصل اهو. عجبكم بقى المنظر؟ عجبكم الاختيار؟ الكل يتحمل المسؤوليه اهو، انا بقول اهو الكل يتحمل المسؤوليه. مهندس هاني يتحمل المسؤوليه، كابتن حلمي طولان هذه اختياراته يتحمل مسؤولياته، واللعيبه ايضا تتحمل المسؤوليه. النهارده انت بتتفرج الجماهير هتتنقط الناحيه الثانيه، بتهتف ضد اللعيبه، متضايقه من اللعيبه، واحد من اللعيبه رايح يتخانق معاهم. ايه يا جماعه ده؟ هي حصلت للدرجه دي؟ انا ما اعرفش اذا كانت كاميرا الماتش جابتها ولا ما جابتهاش، لكن احنا كل مره دمنا بيفور ويتحرق بالمنظر ده. يا جماعه ده منتخب مصر، ده منتخب مصر يا اخوانا. فين الشكل وفين اللي احنا مستنيه؟ فين اي حاجه يا اخي؟ لو في اي مكان في الدنيا، اي مكان في الدنيا حد شاف المنتخب ده بالمنظر ده هيتحاسب المسؤولين عنه، هيتحاسب المسؤولين ومش هيتسابوا من المنظر اللي احنا شايفينه ده. لا تخطيط ولا شكل ولا يرضي حد في الدنيا يبقى ده منظر منتخب مصر. شيكابالا. يا ابراهيم انت قلت كل الكلام اللي جوانا يا ابراهيم، اللي احنا عايزك تهدى بس شويه. يا راجل هتنقط، اقسم بالله انا ماسك نفسي. انا عارف هتنقط. مبروك لمنتخب الاردن يا ابراهيم، وهم يستحقوا الماتش النهارده. يستحق. بس انا نفسي اسال الناس اللي مسؤوله عن كره القدم في مصر يا ابراهيم، احنا استفدنا ايه النهارده من البطوله دي؟ كل المنتخبات استفادت. برافو عليك. لعيبه جايه، منتخبات جايه بتلعب نفس المدرب بتاع المنتخب الاولمبي بتاع الفرق، وحاطين حاجات ماشيين عليها يا ابراهيم. احنا ماشيين وخلاص. احنا بقى لنا ثلاثه كاس عالم الناشئين، كلنا خرجنا من الدور الاول صح؟ ايه اللي اتغير؟ ولا حاجه. مش اي حاجه النهارده مش أي حاجة. ولا حاجه. كل منتخب عارف هو عايز ايه من البطوله، اللي بيجهز فريق تاني، اللي بيستعد لكاس العالم، اللي داخل ياخد البطوله، كل واحد وعنده فكره. احنا مفيش فكره، عشان احنا مفيش فكره من تكوينه المنتخب. رايحين متفاجئين يا شيكا، اقسم بالله احنا من الدقيقه الاولى متفاجئين. ايه ده؟ هي دي البطوله؟ هي طلعت قويه كده؟ هي المنتخبات طلعت بالمنظر ده؟ احنا معمول علينا ماتش. احنا كنا متحمسين اكتر من الناس اللي بتلعب يا ابراهيم، اكتر من الناس اللي مسؤولين عن الكوره يا ابراهيم، وعايزين منتخب يبقى كويس. وشكلنا زي ما انت قلت احنا شكلنا وحش، الناس بتقابلنا هو ده مصر اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها قبل البطوله. يا اخي انا كذاب، قول لي الناس كانت بتقول لك ايه؟ والله يا اخي انا كذاب يا اخي، قول الناس كانت بتقول لك ايه؟ هو ده منتخب مصر اهي، ما الناس سامعه يعني. هو ده منتخب مصر اللي الناس عايزه تتفرج عليه. لما كل ماتش الناس دي بتيجي تتفرج علينا وتطلع زعلانين، طب وبعدين يا سيدي؟ لو انت كابتن منتخب مصر وكابتن حلمي عايز ياخد لعيبه من بيراميدز، ما تاجل الماتشين. ما انت كنت بتاجل ب3 و4 و5 و6 وكنت بتاجر بالشهر. لو اجلت الماتشين ايه اللي هيحصل؟ لما تبعت للعيبه تقول لهم انا عايز اجي العب منتخب مصر، يقول لك لا اصل احنا مش ما عملناش مزاج.